يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم قصه فنان كلنا بنحبه، ملك الشاشه او ابو البنات او ملك الترسو. عرفتوه طبعا، هو فناننا فريد شوقي. فريد شوقي او فريد شوقي محمد عبده شوقي اتولد في 30 يونيو 1920 في حي البغالة بالسيدة زينب. وكان والده محمد عبده شوقي مدير مصلحة أملاك مصر، وكان بيحب جدا الأدب والشعر، لكن ما كانش يقدر يقول إن هو كان بيحب التمثيل، لأن اللي كان بيحب التمثيل ده وقتها كان بيقولوا عليه مسخرة. لكن كان بياخد ابنه على طول كل خميس يوديه المسرح، وكان موديه مدرسة اسمها مدرسة الناصرية عشان ياخد منها الابتدائية، وكان بيدفع له 15 جنيه. ومش كده وبس، فريد شوقي كان مصمم ان والده يخلي حد يجيبه ويوديه بعربية، وفعلا كان ابوه كل حاجة بينفذها له. لكن كان مصمم كمان ان ياخد دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية علشان يبقى مهندس. وفريد كان من صغره بيجمع ولاد الشارع عنده ويجيب دكة ويقف عليها ويعمل لنفسه مسرح ويخليهم يتفرجوا عليه إجباري كده يعني. وكان عشق جامد جدا ليوسف بيه وهبي وكل تمثيله، لكن للأسف جه سقط في دبلومة الفنون التطبيقية. أبوه زعل جدا، زعله كمان وقال له ما عادش فيه تمثيل يا فريد، ولا في كلام من ده، انت ما اخدتش الدبلوم. قعد فعلا فريد وحيا شويه وتعب قدام ابوه، ولما شافه كده قال له خلاص ذاكر واجتهد وانت تمثل زي ما انت عايز. وفعلا ارضاء لوالده صمم ان هو يذاكر وياخد دبلوم مدرسه الفنون التطبيقيه ويرضي والده، وفعلا اخدها وبقوا فرحانين جدا بيه. وبعد كده دور ان هو يبقى يمثل زي ما هو عايز، ولقى معهد التمثيل زكي طليمات فتحه ودخل، وكان اول واحد في الدفعه مقدم، وكانت نتيجته يعتبر باينه لان هو ادهش كل اللجنه اللي امتحنته. جه اول مره يمثل حاول يقلد يوسف بيه وهبي قدامه، جه قال له يا ابني انت حمار، ازاي تعمل كده؟ انا الاصل، انت بتحاول تقلدني، لا كون نفسك. وده اول درس تعلمه فريد شوقي، ان هو لازم يكون نفسه. وبدأ أول أعماله في فيلم ملاك الرحمة سنة 1946 مع يوسف بيه وهبي وأمينة رزق، إخراج يوسف بيه وهبي. ثم ملاك في جهنم سنة 1947 إخراج حسن الإمام، وتوالت أعماله. أما في الخمسينات بقى فبدأ يغير أعماله من أدوار الشر إلى أدوار الخير، وأصبح بعد كده هو البطل اللي بيدافع عن الخير في كل أفلامه. وكان الأشرار الوقت ده على طول محمود المليجي، زكي رستم، الناس الشريرة دي اللي بتيجي قدامه وهو بيدافع عن حقوق الناس. من أهم أفلامه هو فيلم جعلوني مجرما، اللي في ساعتها لغوا السبقة الأولى لأي واحد يخرج من السجن، وفعلا هو ما سماش ملك من فراغ، كان من أهم أعماله، وكان من تأليف فريد شوقي ورمسيس نجيب، وده أثار رأي العام كتير جدا. نيجي بقى نتكلم عن حياة فريد شوقي الشخصية. فريد شوقي اتجوز 5 مرات، أولها من ممثلة هاوية في سن 18 سنة، وكانت بتغير عليه جدا لدرجة ان هو كره الدنيا بسببها، واضطر ان هو يطلقها من شدة غيرتها عليه. اما الجوازة التانية بقى فكانت من زينب عبد الهادي، وكانت زميلته في معهد التمثيل عند زكي طليمات، لكنه زكي طليمات رفض الفكرة جدا وخاف للفكرة دي تتنفذ من كل طالب وطالبة ان هم يحبوا بعض ويتجوزوا، فقرر ان هو يلغي موضوع الجواز. وفين وفين عبال ما اقنعوه بعد فترة كبيرة ان هم يتجوزوا. كان فريد شوقي بيحبها جدا وخلف منها بنت، لكن للأسف جه قال لها واقترح عليها ان هو علشان جاله ادوار كتير في افلام ومسرحيات وحاجات كتير ان هو هيضطر يسيب شغل الحكومة اللي كان والده مثبته فيه. قالت له ازاي تسيب شغل الحكومة؟ لا طبعا، طلقني، لو انت عملت كده طلقني. وفعلا صممت على الطلاق واتطلقوا. اما التالتة بقى كانت من ثانية شوقي، ودي رقاصة، بس كانت رقاصة درجة رابعة كده، لكن كانت غيورة عليه جدا وبتعمل مشاكل لدرجة ان زمايله كانوا بيخافوا حتى يسلموا عليه عشان يسلموا من لسانها، لدرجة ان جه يوسف وهبي وقال له يا ابني ما تنفعكش دي، لازم تسيبها علشان حياتك تستمر، دي ست بتغير عليك جدا اوفر وانت ممثل. وفعلا سمع لكلامه وطلقها.
أما الجوازة الرابعة بقى فدي كانت عن قصة حب شديدة أول ما شاف البطلة اللي هي هدى سلطان. وفي مشهد من المشاهد اللي بتجمعهم من مشاهد الحب قال لها أنا بحبك، بدل ما يقول لها يا قوصر قال لها يا هدى، ولا عبرت، لدرجة إن هو كتب لها جواب برضه ما عبرتوش بس فرجت عليه البلاتوه كله وقالت له أنا مش بتاعت الكلام ده. انتهت بقى قعدة هي وهو، قعدوا 6 ساعات على النيل لغاية ما أقنعها وخرجوا من القعدة دي متجوزين. من سنة 1967 وفي أيام النكسة سافر على تركيا وقضى هناك فترة زمنية كبيرة جدا، وكان بطل ومنتج مشترك لبعض الأفلام التركية ونجح فيها جدا، وقدم فيها عثمان الجبار، حسن الأناضول، أفلام كتير ومسلسلات عملها هناك. لكن هدى سلطان كانت بتشك فيه لأنه بيقعد فترة كبيرة جدا هناك، وفجأة راحت له هناك على تركيا وقال لها ما تقعدي هنا معايا، بس هي مرضتش وفضل يبعت لها 13 جواب واكتر بعد ما رجعت مصر لكنها ما عبرتوش خالص. وجت هدى سلطان لما هو رجع ما كانتش بتتكلم معاه خالص، فيقول لها مالك يا هدى؟ مفيش ولا بترد عليه. قالت له انا بنتي جاي لها عريس وانت بنتك منى جاي لها عريس، نخلص ولادنا وبعد كده هقول لك مال. وفعلا جوزت البنات الاتنين، دي في يوم ودي في يوم، وبعد ما اتجوزوا باسبوعين بالظبط قالت له انا عايزاها تطلقني، لازم تطلقني. وتفاجئ جدا ان هم كانوا قاعدين مع بعض اكتر من 15 سنة، اتفاجئ انها طلبت منه طلب زي ده، وفعلا صممت على الطلاق مهما حصل حتى لما راح لها المسرح ما عبرتش وبرضه صممت على الطلاق. فريد شوقي بعد كده انها اتجوزت المخرج الكبير حسن عبد السلام، وعرف ان هو اللي كان ورا موضوع الطلاق ان حسن عبد السلام اقنعها انها تتطلق منه. وانهار جدا فريد شوقي لدرجة ان هو شرب خمرة وقعد فترة كبيرة جدا سجاير مع خمرة، وحالته النفسية متدمرة جدا لدرجة ان هو ما كانش بيشتغل ولا بيقرأ اي سيناريو ولا حاجة. بعد كده فاق لنفسه وقال لازم ارجع اكمل شغلي عشان احاول انسى هدى. واعجب جدا الفنان فريد شوقي بمعجبة له اسمها سهير ترك، واللي اتجوزها وخلف منها رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي، وفضلت معاه لآخر عمره. من الجوائز المهمة جدا اللي نالها من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسام الفنون. ويوم الاثنين 27 يوليو 1998 مات ملك الشاشة، مات وحش الشاشة فريد شوقي عن عمر يناهز 78 عام على أثر التهاب رئوي قعد معاه 2 كاملين، وده بسبب ان هو كان بيشرب سجاير كتير. رحم الله الفنان فريد شوقي وأسكنه فسيح جناته، متعنا كتير بكل مسلسل عمله بكل فيلم عمله، رحمة الله عليه.